بالإضافة إلى ذلك فهي موهبة من شمال أفريقيا تتمتع بجودة عالية في التعامل مع الكرة مثل المغرب تماما. بالنسبة للجزائر سأراهن على محرز، أي أن القدم اليسرى لمحرز لا تزال موجودة. اليوم سنتحدث في هذه الحلقة الثالثة عن المجموعة العاشرة بين الأرجنتين والجزائر والنمسا وكذلك الأردن. حامل اللقب قد يكون متاحا جدا في هذه المجموعة، أنهم 3 منتخبات في منافسة لم تتواجد في قطر 2022، أي أنهم لا يمتلكون مسيرة أو عملية طويلة وخبرة في المونديالات. إذا أنت تعتقد كما يقولون في الأرجنتين أننا سنمر بلا مشاكل، 9 نقاط من 9 دون عناء، يجب إراحة ميسي. الأرجنتين ستتأهل كأول المجموعة بلا مشاكل. أنا أيضا أرى أن المجموعة مريحة جدا للأرجنتين، ليس لأن النمسا والجزائر لا تمتلكان لاعبين جيدين، فلديهم لاعبون وسنستعرضهم في هذه الحلقة، لكن الأرجنتين لديها بعض التساؤلات وبعض الشكوك في بعض مناطق الملعب وتحديدا في الدفاع، وسنصف ذلك أيضا. وبعد أن أصبحت بطلة العالم لا أعرف إن كانت هنالك لعنة على أرجح له، لأن فرنسا وبعد فوزها في 2018 وصلت للنهائي بعدها، لكنني أرى أن فريقنا ليس مترابطا ومتناغبا كما كان في سنة 2022 حيث كان الجميع في قمة تركيزهم. متابعا لخط حديثك، أعتقد أن النمسا قد تكون منافسا خصما مزعجا لنا، ومع ذلك أعتقد أن الأرجنتين قادرة على تجاوزها بفضل الموهبة. هنالك أيضا الجزائر بقيادة بيتكوفيتش. أعتقد أن الجزائر على مستوى الموهبة مع إبراهيم مازا وعمورة، وعلينا رؤية أيضا حالة بن سبعيني من بين عناصر أخرى مثل ريان آيت نوري. يبدو لي أن الجزائر تمتلك الكثير من الموهبة الفردية أيضا. نعم، هنالك لاعبون ذو جودة عالية جدا يمكننا تصنيفهم بين المنتخبات الأفريقية التي تمتلك أكبر قدر من المواهب تحت تصرفها، هذه هي الحقيقة. وكذلك غويري في خط الهجوم الذي يسجل أكثر من 10 أهداف في كل موسم في الدوري الفرنسي، ورغم تنقله بين الأندية فهو دائما موجود ويسجل. أرى أيضا أن النمسا فريق مثير للاهتمام. وأخيرا الأردن تضعها العديد من مكاتب المراهنات والتوقعات كمرشحة لتكون من بين أسوأ 3 منتخبات في المونديال. في الواقع يقول كثيرون أنها لن تحصد أي نقطة. أعتقدون أنها قد تفاجئ الجميع؟ إنها أول مشاركة لها في كأس العالم أيضا. أعتقد أن مسألة الخبرة قد تؤثر عليهم، وأفضل لاعب لديهم هو موسى التعميري. أنا لا أراها من بين الأسوأ. أعتقد أنها قد تسبب إزعاجا حتى للجزائر، لا أستطيع الجزم، لكن الجزائر تخيب أمالي في كأس أفريقيا رغم امتلاكها للموهبة. إنها المنتخبات التي يحب مشاهدتها أكثر، ولكن خاصة في لحظة الحقيقة عندما تخفق بالضبط. في المجموعات أن تراهم في المباراة الأولى وتظهر الموهبة والجميع يتناغم مع محرز، هذا ملهم. مع اقتراب مباراة الدور الإقصائي يبدو لي أن هيكل الفريق يفتقر لبعض الأمور، وأنا أرى أن الأردن قد تسبب لهم بعض الإزعاج. تذكروا أنهم وصفوا كأس آسيا وتأهلوا من مجموعتهم في المرتبة الثانية، لم يتصدروا لأن كوريا تصدرت، لكنهم جاءوا في المرتبة الثانية متفوقين على العراق مثلا، وهو منتخب وصل إلى كأس العالم. لذلك لا أعتقد أنهم لن ينافسوا. إنه أسلوب عملي ورد فعل دفاعي من الأردن، تماما كما يمكن القول أن السعودية في المونديال الماضي كانت تقدم شيئا ما، كانت تضيق المساحات أليس كذلك، ثم تعتمد خطط التسلل. هذا محفوف بالخاطر مثل النمسا تحديدا. النمسا تضغط وأقل جودة لكنها تقدم شيئا ما. الأردن تتراجع بتشكيل 5-3-2 ويتحول غالبا إلى 5-4-1. وكنت أراجع الإحصائيات حتى في المباريات التي فازوا فيها بنتائج ثقيلة 3-0 مثلا، كانت نسبة استحواذهم دائما بين 30 و35% فقط لنرى. ولكن إذا تراجعوا إلى الخلف لتحمل الهجمات أعتقد أنهم حتما سيتلقون بعض الأهداف في مرماهم. قبل أن أسألكم عن اللاعب الأفضل، هل ستحقق الأرجنتين 9 نقاط؟ بالنسبة لي نعم، سأقول 7 نقاط. 7. أحب أن أقول 7 دائما. حسنا، 7 نقاط. ستخسر إذا نقطتين ضد من؟ ضد النمسا. إذا أرى أن النمسا ب7 نقاط لا ب5 نقاط. بالفوز على الأردن والتعادل مع الأرجنتين والجزائر سيكون النمسا 5 نقاط. موافقون على ذلك؟ 7 5 4 و0 للأردن في هذه المجموعة. إذا النمسا 5 نقاط. اتفقنا. أنا أيضا كنت أضعها ب7 نقاط، لكنني موافق على 5. الرياضيات في أقصى طاقتها. أنا مؤمن جدا بأن الجزائر في شهر جيد جدا من المنافسة، وإذا راجع المرء القائمة ذكرنا رياض محرز
يعني أحد أفضل اللاعبين الفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. هناك حسام عوار وهناك بن ناصر. أعتقد أن بن ناصر لن يلعب كأس العالم، لكن بوداوي من نيس، وهناك شيبي من فرانكفورت، ومازا أيضا الذي ذكرناه، الزروقي من فاينورد. مازا لاعب من الطراز الرفيع. غويري الذي ذكرته سابقا وهو ضمان في خط الهجوم. أعتقد أنه بفضل الموهبة الفردية يجب على الجزائر أن تتخذ تلك الخطوة للأمام، وبالإضافة إلى ذلك فهي موهبة من شمال أفريقيا تتمتع بجودة عالية في التعامل مع الكرة مثل المغرب تماما. أنت تتحدث عن أفريقيا العربية، أليس كذلك؟ نعم بالضبط. لذا أعتقد أنها تستطيع فعل شيء ما لتشجيع الجزائر، سواء بالتقدم وتجاوز العديد من الأدوار. في الحقيقة كنت أتذكر تلك المباراة التي قدموها ضد ألمانيا سنة 2014 في دور 16، وهي أفضل أداء في تاريخ المنتخب تقريبا. كان ذلك اليوم الذي غلت فيه ألمانيا أكثر من غيره في 2014. في ذلك اليوم نوير أنقذه من الخسارة بشكل مباشر، وكان يخرج من مرماه لمسافة حوالي 30 متر. إنها مباراة أيقونية جدا في عالم كرة القدم. هل تتذكرون من الذي أحدث فوضى في الهجوم في ذلك اليوم؟ كان هنالك فيغوري وسليماني اللذين كان يتحركان كثيرا في المساحات. كان هنالك تايدر ومبولخي الحارس الأسطوري مبولخي، غلام كان ظهيرا. الآن أسألكم، أفضل لاعب في الأرجنتين في هذا المونديال حسب رأيكم؟ أعتقد أن الأمر محسوم، أليس كذلك؟ نعم. أريد أن أقول أنني لا أرى مشاركة ميسي ضعيفة أو أنهم سيحاولون بناء شيء آخر. أعتقد أنهم سيظلون يعتمدون على ما قد يقدمه ليو. في المباراة الثالثة قد لا يلعب ميسي إذا كانوا فازوا بالمباراتين السابقتين، لكنه في الواقع لا يزال فريق ميسي. أسمع آراء يقولون أنه فريق ميسي وجوليان، أو أن ميسي سيدخل في الدقيقة 60. أنا لا أرى ذلك على الإطلاق. إنه القائد الروحي لذلك الفريق، وإذا كان علينا ذكر لاعب آخر فسدع جوليان ألفاراز الذي سيأتي الآن كلاعب أساسي مع إصابة لوتارو مارتينيز، لأن لوتارو عندما يكون في حالته أعتقد أنه يستحق أن يبدأ بشكل أساسي. التواجد في التشكيلة الأساسية، لكن جوليان ألفاراز استحق ذلك بالفعل أيضا على مستوى الأندية والمنتخب، أليس كذلك؟ في كأس العالم الأخيرة كيف بدأ من مقاعد البدلاء وقدم أشياء مختلفة للمنتخب الأرجنتيني. بالنسبة للجزائر سأراهن على محرز، لأن القدم اليسرى لمحرز لا تزال موجودة، وهناك رايان ايت نوري، وما قلناه عن الشاب إبراهيم مازا ومشاركة عوار. لكنني أعتقد أن هنالك تشابها بين الجزائر والأرجنتين مع فهم المقارنة، فمحرز بالنسبة لديهم كميسي بالنسبة للأرجنتين. أتقبل الرمزية، لكنني رأيت في كأس أفريقيا نية في عدم الاعتماد كليا على محرز. بوجود إبراهيم مازا قد يكون ذلك. ربما لدي ضعف تجاه إبراهيم مازا. أرى أن إبراهيم مازا يطمح لمستوى دوري أبطال أوروبا، ولديه ذلك التغيير في الإيقاع الذي لم يعد يمتلكه محرز. متفق عليه. إذن سنراهن على إبراهيم مازا. حسنا، هذا عرض لمجموعة أخرى تحدثنا فيها عن الأرجنتين، النمسا، الجزائر والأردن. ورأيك هو الأهم، اتركه لنا هنا في التعليقات.